السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة ليالي الأبطال. خليني في الأول أشرح لكم نظام دوري الأبطال الجديد. احنا طول عمرنا متعودين على دوري الأبطال 32 فريق بيتوزعوا على 8 مجاميع، يصعد أول وتاني يلعبوا بعض في دور ال 16، وبعدين في دور الثمانية، في دور الأربعة، وبعدين في الفاينل وناخد بطل البطولة. السنة دي النظام مختلف. السنة دي في 36 فريق مشاركين متقسمين على 4 مستويات، كل مستوى فيه 8 فرق محدده الاتحاد الأوروبي. طيب هيلعبوا بعض ازاي؟ مبدئيا البطولة الدور الأول بنظام الدوري، يعني هيبقى عندنا من الأول لحد 36 مترتبين بالنقط. كل فريق هيلاعب فرقتين من المستوى الأول، وهيلاعب فرقتين من المستوى الثاني، وفرقتين من المستوى الثالث، وفرقتين من المستوى الرابع. كل فريق هيلعب 8 ماتشات ب 24 نقطة، 4 جوه أرضه و4 بره أرضه. مين الفرق اللي هيلاعبها ومين الماتشات اللي هيلعبها جوه أرضه أو الماتشات اللي هيلعبها بره أرضه، كل ده متحدد بالقرعة. قرعة عشوائية علشان الفير بلاي، بس في نفس الوقت محددة بشروط. ايه هي الشروط؟ الشروط بتاعتنا ان ما ينفعش فريق يلاعب فريق من دولته، او فريق يلاعب اكتر من فرقتين من نفس الدولة. يعني على سبيل المثال ريال مدريد هيلاعب شتوتجارت وهيلاعب بروسيا دورتموند، ما ينفعش يلاعب اي فرقة المانية تانية. طيب وبعدين اول 8 في ترتيب الجدول هيصعدوا مباشرة لدور ال 16، وبعدين ال 16 اللي وراهم هيلعبوا بعض في دور إقصائي ذهاب وعودة. الثمانية الكسبانين هيروحوا مع الثمانية الأولانيين يلعبوا دور 16 من دوري أبطال أوروبا، ونكملها نوك أوت ستيج اللي احنا متعودين عليها. والثمانية اللي هيخسروا هيروحوا اليوروبا ليج، والثمانية الأخرانيين هيودعوا البطولة الأوروبية خالص. زي ما هو واضح من التيشيرت بتاعي إن أنا مدريدي، عشان كده أول فرقة حابب أتكلم عليها النهاردة هي ريال مدريد وماتشها مع شتوتجارت. ريال مدريد اداء غير مقنع من اول السيزون، من بعد صفقة كيليان امبابي وانشيلوتي مش عارف يوظف اللعيبة في الملعب. ماتش النهارده رغم الفوز 3، بس شتوتجارت عملت ماتش هايل. شتوتجارت الشوط الاولاني كان عندها حوالي 3 او 4 فرص اكيدة ان هم يخلصوا الماتش من اوله، لولا وجود المنقذ اللي دايما موجود في الميعاد وفي المكان المناسب عشان ينقذ ريال مدريد، كورتوا. كورتوا الماتش ده في الشوط الاولاني كان بيلعب لوحده. اللي كسب ريال مدريد النهارده ما هوش ادائها خالص، لان ادائها ما يخليهاش تستحق ان هي تكسب. اللي كسب ريال مدريد النهارده الاعتماد على السرعات والمهارات الفرديه للاعبتها، سواء امبابي سواء رودريجو، وعلى الكره الثابته اللي جه منها الجون بتاع روديجير. امبابي لحد النهارده مش عارف يندمج في وسط التشكيله بتاعت انشيلوتي. الملعب كله بيبقى مايل ناحيه الشمال، هو اصلا ليفت وينجر لعيب مساحات، دايما بيروح للجون بوشه. انت يا انشيلوتي عايز تلعبه مهاجم 9، يعني مهاجم 9 ده على طول ظهره للجون، هو مش متعود يلعب في الحتة دي. انت محتاج تديله واحدة واحدة، محتاج واحدة واحدة تديله، لكن مرة واحدة مش هينفع. هو ده مش مكانه، دي مش حتته، دي مش بتاعته، انت مش عارف تستفيد منه. وفي نفس الوقت موت فينيسيوس جونيور. جونيور النهارده انا ما شفتوش غير يمكن في الكوره اللي حطها في العارضه، غير كده انا ما شفتش جونيور يعني. توني كروس ملوش بديل، محدش عارف يعوضه لغايه النهارده. اللعيب الوحيد اللي كان بيعرف يمسك الكوره، يعلي رتم الماتش، يوطي رتم الماتش، كان بيتحكم في الماتش بتاع ريال مدريد. من بعد ما اعتزل مفيش اسطى في نص الملعب. بلينجهام الموسم اللي فات كان بادئ الموسم بداية عالمية، راجل بينافس على هداف الدوري، راجل كل دقيقة جون، راجل بايت في ال 18، كان لعيب حر. انت دلوقتي في الخطة الجديدة اللي هي 4-3-3، بدل ما كنا بنلعب 4-3-1-2 الموسم اللي فات، انت خنقته. التلاتة وجوده في التلاتة اللي في نص الملعب ده خنقه، لان التلاتة اللي قدام مكانهم محجوزين، رودريجو، مبابي، فيني جونيور. فانت كده خنقته وطلبت منه ادوار دفاعية كتير ما كانتش موجودة عليه قبل كده. انت خسرت الاداء الهجومي بتاع جود بيلينجهام اللي هو نقطة قوته في الملعب. اخر حاجة يعني انا حابب اتكلم عليها في حتة ريال مدريد، ان انشيلوتي لازم بأي شكل يغير التشكيلة اللي بيلعب بيها، يعرف يدخل اللعيبة مع بعض. يعني طب مش عايز تلعب 4-3-1-2 عشان ما عندكش كم اللعيبة اللي في نص الملعب اللي تلعبك 4-3؟ طب ما تلعب 4-2-3-1، امبابي قدام، تحتيه رودريجو وفيني وبيلينجهام، واتنين في نص الملعب. ما تلعب 4-2-3-1، ما تجرب، جرب يا عم يعني. لكن اللي انت بتعمله ده انت بتموت لعيبة ريال مدريد. ما ينفعش كل النجوم دي في فرقة مش عارفين نكسب ماتش.
كل النجوم دي في فرقه، وكميه الهجمات اللي بتيجي عليك دي مصيبه، يعني مش معقول يعني. اخر حاجه اندريك، اللعيب الشاب اللي عنده 18 سنه، اللي داخل في اول ماتش ليه في الشامبيونز ليج وبمنتهى الثقه، وبيشوط بشماله رغم الحظ اللي دخل الكرة جون. بس ما شاء الله عليه، ايه الثقه اللي هو فيها دي، ايه الثبات الانفعالي ده. اللعيب ده مستقبله كبير جدا، وهيعمل مشكله اكبر في ريال مدريد، ان ده على اخر السيزون ده مش هينفع يقعد احتياطي. لعيبه ريال مدريد اعمارها كلها صغيره، يمكن اكبرهم كيليان امبابي عنده 25 سنه، اندريك عنده 18 سنه. ده ما ينفعش تقعده احتياطي. هيقعد احتياطي ازاي ده كمان سنه؟ ده بجد لعيب مجرم، مشروع لعيب عالمي. مش انا شايف ان هو مشروع احسن فيرود في العالم. تاني ماتش في اليوم النهارده، وهو ماتش بذكريات تاريخيه. ماتش بيفكرنا بنهائي اسطنبول، والله ويا سلام على حلاوه وجمال نهائي اسطنبول. ماتش ليفربول واي سي ميلان. بغض النظر عن المقارنة يعني والأداء ما بين الماتش بتاع النهاردة والماتش بتاع نهائي اسطنبول، بس ماتش اي سي ميلان وليفربول هو ماتش تاريخي. فرقتين من أعرق الفرق في أوروبا بيلعبوا بعض، أو هما يعتبروا أكبر فرقتين من أوروبا لو خرجت ريال مدريد بره القصة يعني. طبعا أحلى حاجة بالنسبة لي في الماتش كانت اللقطة اللي قبل الماتش، وهو تكريم ريكاردو كاكا اللاعب الأسطوري للميلان وللعالم كله، مش للاي سي ميلان. ريكاردو كاكا من اكتر اللعيبه القريبه لقلبي يعني. المهم خلينا نتكلم في الماتش. الماتش بدأ بدايه سريعه جدا، واي سي ميلان خطفت جون في اول الماتش، وقلنا بس خلاص الماتش هيولع. بالمناسبه الماتش ده كان في ايطاليا. بعدها بانت شخصيه ليفربول، شخصيه الفرقه اللي ما وقعتش ولا اتهزت لما دخل فيها جون في اول 5 دقايق. بالعكس، وقفوا على رجليهم وقدروا يمسكوا الماتش، وكانوا مسيطرين على الماتش كله من بعد الجون اللي دخل فيهم، وقدروا ان هم يكسبوا 3-1. ليفربول مش عندها أجنحة، ليفربول عندها طيارات، عندها طيارات. قدروا يسرعوا رتم الماتش بطريقة بشعة لدرجة ان لعيبة الميلان ما كانتش قادرة تجاريهم. في فرق في الكواليتي كان واضح جدا في الماتش ده. المدافعين في ليفربول تألق غير طبيعي. فان دايك جون، كوناتي جون، كور ثابته. بس انا معلش، غير التألق انا حابب اتكلم دفاع الميلان فين. الف به كور ثابته في الكوره بتاعه الجون يا بتاعه المدافعين. يعني فرصه ان المهاجم يخطف كوره ثابته من المدافع ومن حارس المرمى لا تتعدى ال 20 30%. 60 70% هي بتاعه خط الدفاع. فين دفاع الميلان؟ كورتين ورا بعض بجونين، دي حاجه مش طبيعيه ما شفتهاش. محمد صلاح وسلسله اهدار فرص السهله. كورتين في العارضة يا راجل، كورتين في العارضة. ويعني بجد سوء حظ وعدم توفيق كان غريب جدا، رغم ان محمد صلاح هو اعلى ريتنج في الماتش ده وكان احسن لعيب في الماتش ده. بس سوء حظ غريب جدا حرمه من ان هو يجيب جونين 3 في وسط الماتش ويبدأ مشواره في المنافسة على هداف البطولة. في النهاية الماتش خلص 3-1 لليفربول، وثلاث نقط خطفوهم من اي سي ميلان في ملعبهم. طبعا 3 نقط هيفرقوا معاهم جدا في ترتيبهم في جدول البطولة زي ما اتفقنا. وطبعا خسارة صعبة جدا للميلان على أرضهم وسط جمهورهم، اللي خلت الجمهور يصفر عليهم بعد الماتش، خصوصا إن هم عندهم ماتش الأسبوع الجاي في الدوري في ديربي الغضب قدام إنتر ميلان. الماتش اللي هو الجمهور ما بيقبلش فيه الخسارة. فأنت تخسر على أرضك 3-1 من ليفربول قبل الماتش ده، دي مصيبة. اللعيبة داخلة بمعنويات سيئة، ده انديكيشن مش حلو قوي للي هيحصل في الديربي. في النهاية يعني أنا شايف إن الميلان كواليتي اللعيبة بتاعتها مش وحشة، كواليتي اللعيبة كويسة، بس مفيش كيمستري ما بينهم. كل لعيب بيلعب في عالم لوحده. ده محتاج شغل كتير قوي من المدرب. أنا عارف إن هو لسه جديد، بس محتاج تشتغل كتير قوي على الحتة دي. الميلان ما فيهاش واحد ماسك الملعب، ما فيهاش قائد، ما فيهاش حد بيحرك الفرقة. كل لعيب مع حاله في حتة لوحده خالص. فالنقطة دي المدرب لازم يشتغل عليها الفترة الجاية لو حابب ان هو يكمل في دوري ابطال اوروبا او حتى في الدوري الايطالي. بايرن ميونخ 9 يا فاجر يا قادر يا مفتري. 9 9، انت ما بترحمش يا جدع، حرام عليك، حرام عليك. 9 ليه؟ ليه 9؟ الماتش كان ماشي كويس قوي لحد الدقيقة 56. 3-2 ماتش جامد في دوري ابطال اوروبا. من 56 ل 90 9. ليه 9 يعني؟
انا مش هعلق على الماتش ده ولا هقول اي حاجه، انا هسيبكم تتفرجوا على اجوان الماتش مش اكتر يعني. انا بس هتكلم في نقطه واحده حصلت في الماتش في الجون الاولاني، لان هي بالنسبه لي نقطه غريبه جدا. كين اتضرب ووقع وما اتحسبلوش ضربه جزاء، والكره كملت وجنابري جابها جون واتحسب 1-0. بعدين الحكم رجع للفار ولغى الجون وحسب ضربه الجزاء. طب ما هي جت جون، طب ما هي جت جون، انت بتعمل ايه؟ ولا انت بتحسبها عشان يمكن تضيع؟ انا اول مره اشوف اللي الحكم عمله ده يعني. لو حد شاف حاجه زي كده حصلت قبل كده يا ريت يقول لي يا جماعه، بس غير كده انا ما شفتش. الماتش الرابع استون فيلا ويانج بويز، اللي هو انا بالنسبه لي يعني ماتش قريب لقلبي علشان استون فيلا والدوري الانجليزي، لان انا من محبين الدوري الانجليزي. استون فيلا فريق تاريخي يا جماعه، فريق كسب تشامبيونز ليج قبل كده. يعني الفتره اللي فاتت او اللي بيتفرج على الكوره في الفتره الاخيره ممكن ما تبقاش شايفه، بس ده فريق تاريخي. فماتش كده ليه طعم كويس. رجعوا بمكسب 3، رجعوا بأداء كويس، رجعوا للبطولة تاني. فأنا مبسوط، أنا مبسوط من أستون فيلا. مع تعليق وحيد بس، إن نفس التشكيلة بتلعب في الدوري هي اللي بتلعب في الشامبيونز ليج. مفيش عمق في التشكيلة بتاعة أستون فيلا. وده مع كتر الماتشات. احنا بنتكلم الشامبيونز ليج فيها 8 ماتشات، ولو طلعت من ال 16 التانيين ماتشين تانيين يعني 10 ماتشات، غير ماتشات الدوري، غير الكاسين اللي بيتلعبوا في انجلترا. هيحصل اجهاد للعيبه، اللعيبه مش هتقدر تكمل، هتقع في الدوري وهتقع في الشامبيونز ليج وهتقع في الكاس. فيعني انا شايف ان استون فيلا محتاجه تبدا تفكر في موضوع الروتيشن، تشوف اللعيبه لو عندها نقص في مركز معين تبدا تشوف في يناير هتعوضه ازاي، لان لازم يبقى عندها بدل اللعيب واحد واتنين في كل مركز عشان تقدر تجاري وتواكب اللي بيحصل يعني. اليوفنتوس وبي اس في ايندهوفن، خلينا نقول ان اللي اجتهد في الملعب اكتر هو اللي كسب يعني. انا شايف ان الماتش ما كانش الماتش القوي اللي كنا مستنيينه من اليوفنتوس، بس هم رجعوا للانتصارات الاوروبيه وهم اللي كان باين اجتهادهم في الملعب اكتر. انا مش قادر اشوف حاجه مميزه قوي في اليوفنتوس اتكلم عليها. يمكن الاجنحه بتاعتها كويسه شويه، بس اللي ملحوظ جدا ان هي ناقصها مهاجم. المهاجم مش موجود، فلاهوفيتش مش موجود. انا ما شفتوش طول الماتش. ف ده مهاجم يا جماعة، كانت كل فرق اوروبا بتتخانق عليه. هو فين؟ ايه اللي نزل مستواه قوي كده؟ في حاجة غلط. ف يا اما يرجع لمستواه تاني بأي شكل بقى، شغل مدرب، شغل نفسي، ايا كان، يا اما هما محتاجين يدعموا مهاجم. غير كده انا شايف الماتش برضو يعني كان ماتش كويس نتفرج عليه كده، ماتش خفيف لذيذ وانت قاعد بتاكل، لكن اكتر من كده ما شفناش حاجة ممتعة فيه يعني. والماتش الاخير في اول يوم كان ماتش سبورتنج لشبونه وليل اللي خلص 2-0 لسبورتنج لشبونه. الهايلايتس بتاعت الماتش ده كان ان ليل اتطرد منها لعيب في الدقيقة 40 من الشوط الاول، وده اثر جدا على اداء الفرقة بتاعتها. والهدف الثاني العالمي لسبورتنج لشبونه لدي باست، دي باست حط كورة من قرب نص الملعب. ايه يا ابني الحلاوة دي؟ ايه يا ابني الطعامة دي؟ ايه ده؟ ايه الشوطة دي؟ بجد من احلى الاجوان اللي شفتها في الاسبوع ده، او يمكن من احلى الاجوان اللي شفتها من خارج ال 18 في اخر فترة من الكورة يعني. في الاخر حابب اشكرك انك كملت الفيديو لحد هنا، ولو عجبك الفيديو شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. فولو على التيك توك. تشاو.